عودة مع الجزء الثالث من دردشة كروية. محل ما توقفنا عن نبيل السؤال كان هل برأيك انه تأثير غياب ميسي، يعني هل ما يحدث في برشلونة طبيعي؟ لنكون سؤال اوضح وابسط، هل ما يحدث في برشلونة طبيعي هو نزول في المستوى، ولا فعلا ميسي أثر كتير على؟ شوف هي عدة اسباب. في عدم رغبة من بعض اللاعبين بالفوز، واضحة جدا. واضحة جدا، يعني مثل انيستا واضح جدا مش هو انيستا، عارف كيف؟ بس خلينا نحكي نركز على نقطة ميسي. غياب ميسي بين عيوب تاتا مارتينو. يعني ميسي وجود ميسي وجود لاعب بحجم ميسي بيغطي عيوب بعض المدربين. لانك انت بالاخر وجود ميسي عم بيحقق لك الفوز. تاتا مارتينو مدرب تقليدي جدا، ما بيعرف يلعب بدون راس حربة. تاتا مارتينو ما بيعرف يلعب بدون راس حربة، عشان هيك مصر انه بشهر واحد لازم اجيب راس حربة. وشفناه قدام اتلتيكو بلباو، مش عارف يلعب باسلوب اللي يعني فيلانوفا ولا رورا ولا غوارديولا، هدول كلهم طالعين من نفس المدرسة اللي هي نحن نلعب بدون راس حربة وبنعرف كيف نداور بينهم ومين يدخل على المنطقة ومين يطلع. تاتا مارتينو مش عارف يسوي هذا الشيء، وهذا الشيء اللي بأثر على برشلونة. فلما طلع ميسي بينت العيوب مزبوط، لأنه ميسي بيلعب حجم ميسي قلت له بيغطي عيوب المدرب. اوكي. طيب مع هي النقطة ما بعرف إذا في حدا من الشباب بده يحكي كلمة أخيرة بموضوع برشلونة أو شيء. اللي بدي أحكي إنه سواء برشلونة لو برشلونة فاز بالدوري، إنه هي القضية الكبرى حتى بوجود ميسي من أول الموسم، حكيناها بعد الكلاسيكو بوجود ميسي، برشلونة مش كثير أقوى برشلونة السنة الماضية إلا بالنتائج لحد الآن كأداء. لأنه إذا جبت نيمار حسن زي ما حكى نبيل، انيستا وتشافي كمان نزلوا، لسه تشافي نزل كمان أكثر. انيستا الحالي أبدا مش انيستا اللي بنعرفه. لو تقارن انيستا الحالي بانيستا 2011، انيستا الحالي لاعب فاشل، مع إنه انيستا حاليا لاعب ممتاز، بس مقارنة بانيستا بيكون فاشل. فبرشلونة رفع لاعب ونزل عنده لاعب ثاني اللي هو انيستا. هلا هاي مشكلة كبيرة. لاحظ إنه كمان في شيء ثاني عم بيصير ببرشلونة، الفخر اللي تفخروا فيه طول حياتهم شو هو؟ لماسيا. شو عم بيصير في أولاد لماسيا حاليا؟ بيطلعوا لبرا. وين بارترا اللي حكينا عنه صار يحكوا عن أحسن مدافع بالعالم بده يطلع بعد سنة؟ وين بارترا؟ وين ما بيلعب حتى مباراة سهلة ولا صعب ما بيلعب بارترا. لو أنا مكانه لعبته مع أياكس مباراة متأهل فيها بطل. يعني تاتا لساته مش منسجم. هاي إنه خطر اللي كان كبير إنه يجي واحد من برا مرة برشلونة. واحد مش مآمن بالفلسفة، لأنه عارف التيكي تاكا، ولا إنه مع إنه بيلعب يعني بيلعب تمريرات، كل واحد مش كل تمريرات قصيرة اسمها تيكي تاكا، ومش كل استحواذ هو استحواذ برشلونة، ومش كل أي واحد بيلعب لي بمهاجمين ضل صار غوارديولا. في شيء ثاني، تيتو فيلانوفا زي ما حكى نبيل، أورورا وغوارديولا فاهمين الفكرة، فاهمين القصة. تاتا مش فاهم. تاتا عنده أسلوبه، عنده حلين، يا إنه يضله بالانفصام الشخصية بده يحافظ على هاي وهاي، ساعتها بجوز ما ينجح، يبدأ يلاقي خط له لحاله، يعمل لحاله ويعمل ثورة زي ما يوما ما كرويف عمل ثورة. يعني كرويف اجى كانوا برشلونه يلعبوا 3-4-3، اجى عمل ثوره تحول 4-3-3. فلازم يعمل ثوره. يعني هاي هي الفكره، انه هل لازم انا بدي احط فكري، ما لي علاقه في الماضي، ما لي علاقه بمين غوارديولا، بدي احط فكري. اذا حط فكري هي قصدك كان بكلمه جبان اللي حكيتها انا تاتا مارتينو بالنسبه لي مدرب بيفهم كره قدم، بيفهم بس اساسيات كره القدم وبيعمل شغلات صح بكره القدم. مشكلته الرئيسيه انه مربط باشياء، يعني لازم يستحوذ. انا متاكد انه بينه وبين نفسه مش مقتنع بتشافي، مش مقتنع في اداء تشافي حسب فكر في تاتا مارتينو. فلازم يتحرر من الارث القديم، مش لازم يضل يلعب بالارث القديم. خلص يعمل اللي عمله انشيلوتي. شو عمل انشيلوتي بكل اللي جه من مورينيو؟ هلا هي صراحه زدت كل شيء عمله مورينيو. جبت لنا سيره انشيلوتي لحالك، معلش هلا لو كنت متعكس مفروض بلش معك بالحديث عن برشلونه، بس هلا راح احكي معك بمدريد. اوكي، هبوط مستوى برشلونه المفترض يقابله ارتفاع هائل بمستوى ريال مدريد. الفريق انسجم، هدوء، يسجل. شو عم بيصير بريال مدريد؟ ليش هيك صار؟ ببساطة لأنه أنشيلوتي تلافى أخطاء في بداية الموسم. أوكي. شاف التوليف والتشكيل الصح لريال مدريد، جرب لاعبين في مكان لاعبين وحط نزل لاعبين في أماكنهم غير الأصلية، وجرب وعمل وشال لحد ما وصل لتوليف وهو بنظره إنها المناسبة لريال مدريد، وأتت نتائج من وراها يعني. فأتوقع إنه حاليا في يعني فريق ريال مدريد في تصاعد من حيث النتائج والأداء. ولكن هل إنه راح يستمر أنشيلوتي في التغييرات وراح يثبت على تشكيلة معينة ويواصل فيها الموسم كامل؟ هذا بدنا نشوفه مع خلينا نضرب شوي بالتقيل. يعني انت بدنا نضرب شوي بالتقيل، معلش بدك تسمح لي. يعني نحن انت شككت قبلت على التشكيك كل الوقت بالريال وبيل وصفقته وانشيلوتي وما راح يقدر يعمل شيء. فهلا هون انت قدام الجمهور الحديث كلياته اللي حكيته اجى بشكل معاكس. يعني الريال هو مش الريال انسجم مع مدربه، الريال انسجم مع مدربه. بيل يقد جاب ثلاثيه. فشو بتقول؟ هلا شوف، اول شيء بدنا نفصل احنا بين التوقعات وبين اللي بنشوفه في الواقع. احنا اللي بنشوفه في الواقع ما طيب هذا شغله منافيه للمنطق والعقل يعني. طيب. ولكن التوقعات لنهايه الموسم اللي هو ان شاء الله راح نعمل
حلقه جديده عليها ان شاء الله راح نعرف ونحكي انه برايي الشخصي انشيلوتي مش راح يجيب العاشرة لمدريد بس كتوقع يعني يجيب الدوري شو كتوقع. لا دوري شيء ثاني. فبنحكي احنا هسه هم بدهم مدرب يجيب لهم العاشرة ما بدهمش مدرب يجيب لهم دوري. واضحه هاي مدريد هيك سياسه جاب مورينيو وهسه جاب انشيلوتي بدهم تشامبيونز ليج. انا توقعاتي بعيدا عن الاداء الحالي ما راح يجيبوا تشامبيونز ليج اوكي لعده مسائل يعني في اوروبيا مختلف الوضع محليا. ولكن اللي بشوفه حاليا من ريال مدريد فريق متطور بفوز. بيل يبدو انه بين بعد ما انصاب رونالدو صار يجيب اهداف وكذا وجاب هاتريك صار يلعب ضربات مباشره لو ما كانش يلعبها ايام ما كانش موجود رونالدو بخلوش يلعب ضربات حره جاب جول منها. فيبدو انه بلش يفوت فيه ولكن ما لسه ما شفناه في المباريات خلينا نحكي يعني من بعد الكلاسيكو دسمي يعني ما شفناش لسه ما بين يعني بين في المباريات الكبيره يعني اللي هل له بصمه حيكون فيها ولا لا كجارث بيل اغلى لاعب في العالم يعني. نبيل انا ما راح اسالك ولا سؤال سمعت الحكي احكي ما راح احكي ولا شيء. لا أنشيلوتي إصراره من بداية الموسم مثلا على بيع أوزيل ولا هو هل كان فلورنتينو بيريز بس أتوقع أنشيلوتي لأنه أنشيلوتي بده لعيبة بالنص خلينا نحكي بشكل تكتيكي بده لعيبة بالنص بيجيدوا الواجب الدفاعي والهجومي. أوزيل دفاعيا نحن كلنا عارفين سيء جدا عرفت كيف يعني مودريتش مناسب يعني كل اللعيبة اللي اختارهم مناسبين للخطة. نحن بدنا نعذر أنشيلوتي أول موسم هاجم. أنا من الناس اللي ما هاجمت أنشيلوتي ليش؟ لأنه أنت بالعكس أنت من الناس اللي دافعت جدا عنه وكنت دائما أقول لك ليش لأنه أنشيلوتي عم بيلعب بأسلوب 180 درجة عكس مورينيو ضل 3 سنين بريال مدريد. أسلوبه كان معظمه مرتدات تمريرات طويلة مباشر أكتر على المرمى. أنشيلوتي لا أسلوبه استحواذ أكتر تمريرات صحيحه صارت توصل يعني مع مورينيو انا بتذكر نسبه التمرير الصحيح توصل 78% مع انشيلوتي عم توصل 91 92%. عرفت كيف اللعب ما بيعتمد على صانع العاب صريح يعني غيرت فلسفه الفريق. فاكيد بدك وقت يعني اكيد انت مش من اول مباراه ولا ثاني مباراه بالعكس انا شايفه انجاز اللي سواه انه وصل لهالمرحله. هلا في اشياء بتخوف بريال مدريد. الاشياء اللي بتخوف بريال مدريد هل لو انصاب تشابي الونسو حيقدر يحافظ الريال على هذا الرتم يعني لو يعني نحن نتمنى انه يصاب تشابي الونسو بس تشابي الونسو شفنا عودته هو مايسترو هو منظم وصانع العاب خلفي وبنفس الوقت قاطع كرات. فكتير تشابي الونسو وجوده مهم بهذه الخطه يا انه يجيبوا لاعب يكون شبيه له في سوق الانتقالات الشتويه او انه بده يشوف حل اذا لو انصاب تشابي الونسو لازم يكون عنده خطه بديله. خمسه بس المركز بده يجيبوا كمان عرفت لا تشابي الونسو ما في تشابي الونسو لا تشابي الونسو مش ما في حدا بمركزه بريال مدريد ما عدا مودريتش. اصول ايارمندي الاصول انه ايارمندي هو البديل. لا بس ايارمندي انا شايفه قاطع كرات اكثر من انه بيجي قطع كرات اكثر من انه مايسترو. مودريتش ممكن يلبق هذا الدور شوي عرفت كيف. وبدنا نشوف ريال مدريد بعد الا ما يوقع هذا الموسم الا ما تجي مباراه مثلا صعبه يوقع مباراتين بس بالضبط. نحن بدنا نشوف هلا ريال مدريد بشكل تصاعدي وممتاز ومش عارف شو لو وقع اول مباراه هل حيرجع تترتب اوراقه مره ثانيه ويرجع بهذه القوه. وبدنا نشوفه كمان بالمباريات الصعبه صح بالرتم بتصاعدي بس نشوف خلدون لازم نشوف المباريات الصعبه طبعا لازم نشوفه اذا بدنا نعرف اذا بده يفوز بدوري الابطال لازم نستنى مثلا دور 8 بدوري الابطال او الدور الثاني نشوف مين حيطلع معه نشوفه بمباراه صعبه. انا بعرف انك بتحكي شيء بس خليني اسالك سؤال قبل ما تحكي. بتوافق انه جاريث بيل نجح في غياب رونالدو لانه غياب رونالدو هو اللي اتاح له فرصه انه يتالق؟ لا انا بدي احكي شغله وبعدين اللي حكيناها حكيت لكم اياها برا المكتب برا الكتابه وبرا كل شيء. عمري ما شفت لاعب كره قدم بدخل منطقه جزاء هو عارف انه الكره له. جاريث بيل اخر مباراه دخل 5 مرات 3 جوال وفرصتين يعني انا عمري ما شفت لاعب بدخل منطقه جزاء بهذا الذكاء. اول مباراه له مع فياريال وهو جاي بدون تدريب وبدون اي شيء اول دخله منطقه جزاء كانت جول. اول دخله عنده شيء بصراحه بتفوق على رونالدو داخل منطقه الجزاء. رونالدو بدخل اكثر لكن بيل دخل 5 مرات مرعبين. انا هذول دخلت بيل يعني ذكرتني بالنسبه لبيل والمباريات الكبيره يوفنتوس بطل الدوري الايطالي فريق الدور الثمانية السنه الماضيه فريق مش جديد. بيل لعب مع يوفنتوس لعب الاياب بالذات خلينا نحكي من كره واحده بين شو بيل ممكن يعمل من كره واحده راح يفوز ريال مدريد على يوفنتوس بايطاليا كره واحده هو واقف شاب. هاي قوه بيل مع غلطه سرعه 10 لعيبه مين اللي رجع ريال مدريد للمباراه بعد الطرد مباشره واحده. هاي هي قيمه بيل لما حكينا انه هو بيستاهل 100 مليون في حلقه 100 مليون وانا كنت احكي حتى 150 ادفع انا ما بيهمنيش قديش تدفع بدي اشوف لاعب كويس بناديك هذا اللي بهمني كره القدم. جاريث بيل هاي قوته بيحسن لك المباراه بدون اي شيء الهاتريك اللي جابه شفت حسيته فيه انتم بالمباراه ركض كثير تعب كثير ما ركض يعني بيل مش لازم يعمل لا هاي ميزه بيل بيدخل منطقه جزاء بيجيب جول مباشر بيجيب لك جول. هاي شيء كثير كبير ببيل عشان هيك اتوقع انه
بيل حيكون فارق كثير. هذا الشيء حيخدم رونالدو كمان، مش ضد رونالدو. حيخدم رونالدو، بدكم تمسك رونالدو وتراقبوا رونالدو وتضغط على رونالدو، في واحد تاني هناك عم بخلص المباراة. هاي كثير مهمة. بالنسبة لريال مدريد أخطر شيء فيه على الآخرين إنه عم بتطور. إنه عم بتطور. ريال مدريد كل مباراة لم يقدم أفضل ما عنده. كل مباراة عم بورينا شيء جديد، كل مباراة عم بورينا شيء جديد، كل مباراة عم بورينا شيء جديد، كل مباراة عم بتقدم. مثلا مرة بتحسن التمرير، صرنا نشوفه بتحسن التمرير، بعدين كان أول شيء تحسن عدد الأهداف، بعدين كان لما يتقدم يفقد التقدم ويصير هيك، لما رجع ألونسو بطل. فالريال عم بتطور، هذا تطور مخيف جدا يعني، المنحنى سريع. هاي الشغلة كثير مهمة، إنه الريال يعني الحلم العاشرة لو هذا التطور كمل فعلا يعني ممكن العاشرة تتحقق، ممكن تتحقق المرة هاي وما تطول يعني. شوف السنة هاي إذا ظلهم هيك وما رجعت المشاكل الداخلية اللي ممكن توقع الفريق. بالنسبة اللي حكى نبيل عن التعطل، إنه لو تعرقل برشلونة خدمهم. لو كان الفرق 6 نقاط وتعادلوا أنا بقول لك ممكن ينهاروا، لكن برشلونة اللي عملوا بالضبط إنه شال السكينة على رقبة ريال مدريد. كان برشلونة حط السكين، اخسر تعادل بخلص دوري، بصير 8. أحسن فريق في التاريخ مدريد، رجع كم باك في التاريخ الدوري الإسباني 10 نقاط، 11 عمره ما حدا رجع. يعني 8 صرت بينك وبين النهاية نقطتين. برشلونة لما خسر مع بلباو ريح مدريد. يعني مدريد هلا بيلعب مرتاح، اتعادل 5 نقاط لسه الدوري طويل، اخسر 6 نقاط لسه الدوري طويل واياب مع مدريد، فكثير خدمته. انا شايف مدريد حاليا عم يعني بال 2010 هيك كنا نحكي انه بايرن عم بنطبخ على نار هاديه عشان يصير كبير. مدريد حاليا عم بنطبخ شيء مخيف اذا كمل انشيلوتي بهدوء، بدون حروب داخليه، بدون مشاكل على الفاضي. اللي عم بنطبخ في مدريد كثير بخوف، خصوصا انه 6-7 شباب صغار كويسين لقدام. الحلو تعرف شو الحلو بمدريد كمان؟ بس بدي اياك تقول لي بسرعه لانه بدي اسالك سؤال قبل ما اختم هذا. لانه انشيلوتي كمان الحلو بيبحث عن المتعه، في متعه بجماليه، يعني مش بس اداء قوي، الترابط بين الخطوط الثلاثه. يعني بغض النظر انه مثلا خط الدفاع شوي ضعيف كاسماء اوكي، بس الطريقه اللي بيطلعوا فيها التفاهم، امتى نضغط امتى نرجع، هذه الشخصيه انوجدت. هذه ايام مورينيو ضل حاول كثير انه يلاقي هاي الشخصيه، بتلاقي الفريق بيحاول يلاقي الشخصيه بس مش قادر يلاقيها. عرفت كيف؟ هلا بس بدي احكي عن نقطه اخيره، هي اذا كل شيء مش تمام، تشابي الونسو نجح بالمباريات الكبيره، بيضل في خوف واحد بريال مدريد، خوف كبير اللي هو خط الدفاع. لما تلعب انت دائما مباريات كبيره ممكن الاسماء اللي ما بتكون يعني بيبي، معلش نحكي بيبي وسيرجيو راموس مش لاعبين بحجم مثلا اللي موجودين نقارن، مش حجم مالديني مثلا ولا باريزي ولا بحجم تياغو سيلفا موجود حاليا ولا هاملز بدورتموند. عيب كبير بريال مدريد هو خط دفاعه، ممكن هدول يخذلوهم بالمباريات الكبيره، حتى لو الفريق قدم مباريات كويسه بالمباريات الكبيره ممكن اخطاء ساذجه تكلفهم البطوله. سريعا وبكلمتين، انت كنت عم تنتقد سعر بيل، يستحق سعره ولا لا يستحق؟ لحد هلا باللي قدمه انت بعد اللي شفته هلا يستحق ولا لا يستحق؟ لسه لا يستحق. لا لسه طيب خلدون بدي بلش الدوره النهائيه. يستحق لما يجيب بطوله، لما يجيب دوري الابطال طبعا دوري الابطال كمان. طيب بعد هذا النقاش هل يعود برشلونه الى الصعود؟ طبعا ولا رح يضل في سوبيريور ولا رح يكون في سوبيريور عليه؟ لا طبعا لا. برشلونه فريق يعني اكبر من انه يضل ماشي في سلسله تعثرات لمده طويله، يعني هي بجوز يعني انا قصدي هو اكيد، بس قصدي انه رح يكون في سوبيريور لريال، يعني ريال مدريد رح يكون متقدم عليه بخطوه بعد فتره ولا لا؟ لا ما اتوقع. لو برشلونه رجع للمسار الصحيح حضر بتشبث بالصداره وما في شيء حيتغير يعني. الدوري له ان شاء الله هيك شايف انا. محمد بس على السريع شايف من اول 3 اسابيع بالدوري حكيت انه الدوري هذا نفس 2006-2007. مدرب ايطالي لريال مدريد، فريق ثالث عم بينافس اللي كان اشبيليه ايامها. اخر شيء شو اللي تغير؟ برشلونه ضلوا ماسك الصداره، اخر شيء قلبت الدنيا، لانه برشلونه كان فيه عيب، كان لسه هذا العيب مش مبين. برشلونه الحالي فيه عيب مع انه تاتا مدرب كويس، بس فيه عيب اللي حكيته انا. طيب. هذا العيب حينكشف لقدام، واتوقع المدرب الايطالي حيفوز بالدوري بالاخير اللي هو ريال مدريد. 10 ثواني نبيل، انت شو رايك مين هالسنه لمين الدوري؟ لا الدوري يعني نقطيا برشلونه يتفوق على ريال مدريد كشكل وكمظهر وكأداء. ريال مدريد تفوق بمراحل على برشلونه من بدايه الموسم مبين انه مش هو برشلونه حتى لو ما تصدر. ماشي. وبهذا مع نبيل بننهي حلقتنا، وبس بحب اخبركم انه هي رح تكون حلقه من مجموعه حلقات رح نشوفها خلال الموسم نحكي فيها عن القضايا العامه، ما رح نقتصر على الحديث عن دوري الابطال. ونتمنى منكم تتابعونا على الفيسبوك وتويتر وتعلقوا وتشاركوا وتعطونا آراء.